باير ليفركوزن يعين المدرب الفاشل إريك تين هاغ الذي فشل فشلا ذريعا مع مانشستر يونايتد مدربا للفريق خلفا للمدرب المنتقل إلى نادي ريال مدريد تشابي ألونسو، ومدربا لإبراهيم مازا الدولي الجزائري الذي انتقل للعب مع هذا الفريق خلال الموسم المقبل. لعل هذه الكلمات وهذه الجمل هي أبرز ما التقيت به في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعيين إريك تين هاغ مدربا لباير ليفركوزن والدولي الجزائري إبراهيم مازا الموسم المقبل. في هذا الفيديو أتيت لأؤكد أن هذا المدرب هو مدرب ممتاز وسيصنع المفاجأة مع نادي باير ليفركوزن. قياس المستوى الفني والتدريبي لهذا المدرب من بوابة مانشستر يونايتد يعد إجحافا في حق هذا المدرب. هذا النادي الذي لم ينجح فيه أي مدرب في السنوات العشر الأخيرة، مدرب صنع الإعجاز مع نادي أياكس وصدر لاعبين ممتازين، جيل استطاع في 2019 أن يقصي ريال مدريد واليوفي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، صدر عدة لاعبين ممتازين أنذاك، منهم دي يونغ، منهم دي ليخت، منهم زياش، منهم مزراوي. العديد من اللاعبين صنعوا مجد هذا الفريق وانتقلوا لأندية كبيرة في أوروبا. كيف حقق ذلك؟ هل كان من بوابة الصدفة؟ بالتأكيد لا، لكن عند انتقاله إلى نادي مانشستر يونايتد أضحى هذا المدرب عاهة. ولكي تعرفوا أن هذا النادي لا يستطيع أي أحد النجاح فيه خاصة في هذه السنوات، انظروا فقط للاعبين والمدربين الذين مروا على هذا الفريق. كريستيانو رونالدو عند قدومه لنادي مانشستر يونايتد خارج الإطار واتهموه بأنه لاعب يثير الفتنة في الفريق، انتقل إلى نادي النصر السعودي وصنع الحدث هناك. أنتوني عندما قدم للفريق كان من أفضل اللاعبين في مركزه، ولكن بعد مدة من السنوات التي قضاها في هذا الفريق أصبح في الميمز، وبعد انتقاله إلى نادي ريال بيتيس أصبح من أفضل اللاعبين في الدوري الإسباني. مدرب رانغريك هذا المدرب الذي فشل مع مانشستر يونايتد قاد النمسا لتحقيق أفضل النتائج في تاريخها. ميسن جرينوود هذا اللاعب الذي كان ممتازا في الفريق وكان من أفضل المواهب في الدوري الإنجليزي الممتاز خرج من نادي اليونايتد بعد المشاكل التي تعرض لها، انتقل إلى خطاف ومن ثم إلى مارسيليا، وانظروا ماذا يقدمه الآن مع مارسيليا. لهذا الحكم على إريك تين هاغ فقط بعد الفترة السيئة التي قضاها مع نادي مانشستر يونايتد في هذا النادي المتعفن وأنه ليس مدرب ولا يملك مستوى، هذا كلام خاطئ، وكل من يروج لهذه الأفكار لا يفقه شيئا في كرة القدم. نتمنى من هذا المدرب أن يمنح الفرصة للاعبين الدولي الجزائري من أجل تقديم مستويات مميزة. حظ موفق له وحظ موفق للدولي الجزائري الموسم المقبل.